اكتر حاجة ممكن تساعدك على انك تبعدي من الاكتئاب، خصوصا الناس اللي زي اللي بتكتئب بسرعة، وخصوصا الناس اللي عايشة في الدول الأوروبية. ليه الأوروبية يا أمل؟ أو ليه مثلا بريطانيا؟ لأن هنا الجو بالفعل حقيقي كئيب، بيجيب اكتئاب. ممكن من قلة الشمس، ممكن من قلة الاجتماعيات، من قلة الناس، حاجات كتير قوي. واكتر حاجة تساعدك ان انتي تقللي نسبة الاكتئاب او ما تكتئبيش، يعني ان انا اول ما بصحى بعمل اللي انتوا شايفينه ده، بلملم كل حاجة في البيت على قد ما اقدر، واخلي شكل البيت هادي مش دوشة وزحمة. وخصوصا ان الاولاد اول ما بيصحوا بيكونوا عاملين زي التتار، لما بيدخلوا مكان بيبهدلوه. اول حاجه بعملها احب افتح الشبابيك كده الصبحيه، بحب انا نور ربنا، انا بحب كده نور ربنا يدخل البيت. بيجيلي اكتئاب لما بنور النور الصبح صراحه يعني. فبحب ألملم كده كل حاجه وراهم. يعني انا معرفش، انا اولادي بيحبوا لما يجي ياخدوا الحاجه ياخدوها بايديهم ورجليهم وراسهم بيبهدلوا كل شيء. فبقعد ألملم كده وامسح مسحه خفيفه، ما بنضفش اللي هو التنظيف العميق، لا كده كله على الهادي يا زبادي زي ما بيقولوا. بجد والله بتفرق في نفسيتكم جدا، اعملوها مش هتخسروا حاجة. جرب. والناس اللي بتصحى كده ماسكة الموبايل مثلا ساعة ساعتين، والله لما بعمل كده والله بحس ان اليوم خنقة، وان انا مش جاي نفسي لحاجات كتير. فبلاش موبايل، لملموا البيت لما بسيطة كده، وافتحوا الشبابيك. هنا طبعا انا نزلت اتسوق زي ما وعدتكم ان انا هنزل لكم فيديو عن التسوق، وقلت اعوضكم وصورت لكم فيه. يعني انا هنا صورت في ألدي السوبر ماركت، وصورت لكم في الشارع اللي هو السوق الشعبي، جميل جدا هيعجبكم، خليكم معايا. طبعا ميزة السوبر ماركت هنا ان لو في اي حاجة انت اخدتها خربانة او بايظة او صلاحيتها خلاص يعني على وشك، يعني كيس الخضار مثلا لقيت فيه حاجات بايظة، تقدر ترجعها لو معاك الريسيت الفاتورة بسهولة جدا. فدي ميزة صراحة. انا هنا اشتريت شوية طلبات بسيطة، وبما اني كنت عاملة حسابي ان انا هروح تاني يوم السوق الشعبي، السوق اللي هو في الشارع، فما دوستش قوي. والشوكولاتات على فكرة حلوة جدا. انا بما اني بطلت اشتري كادبري والليندر والحاجات دي، فصدقوني دي بدايل والله جميلة هتعجبكم جدا جدا. وفي شوكولاتة بالبسكوت تحفة، يعني مش لازم يعني يكون اسم براند معروف يعني المهم السوبر ماركت ده ميزته اللي هو ألدي مش ليدل. احنا عندنا يا جماعة ليدل وألدي دول 2 اخوات، كل واحد فتح مشروع لوحده فعمل له سوبر ماركت. لكن عايزة اقول لكم الاتنين منفصلين عن بعض، واحنا ليدل مقاطعة لانه مع التانيين، وألدي مش مقاطعة مع انه اخوه، بس لانه دنه كده في حاله واحترم نفسه، فاحنا معاه وبندعمه وبنشجعه. فألدي ده حلو جدا والله، منتجاته جميلة. عايزة اقول لكم حتى الكريم جميل. هنا بقى وانا بشتري العيش، عايزة اقول لكم في جميع انواع العيش اللي خلقه ربنا، لكن والله هو شكله جميل وملمسه جميل، ريحته مش جميلة. يعني ايه ريحته مش جميلة يا امل؟ يعني ريحته خميرة قوية جدا، انا معرفش ليه يا ربي. يعني مش زي بلادنا كده تدخل المخبز تلاقي ريحته كده العيش نفسك تاكله حاف، لكن هنا ريحة خميرة. يعني انا افتح عيش الحواوشي، اي عيش ريحته خميرة قوية، ليه مش لزعة كده؟ فغريب صراحة، غريب جدا. هنا برضو الشيبسيات جميلة جدا ورخيصة. الشيبسي الكبير ده ب4 باوند استرليني، فيه 30 كيس. انا بحب اجيبه صراحة واريح نفسي، والاولاد كمان بيحبوه. والدوناتس ده من عندهم جميل جدا جدا، محشي كراميل وحلو قوي، هيعجبكم بجد، هاتوه. اي نعم كريسبي كريم تحفة وروعة لكن ده بديل كويس يعني الحمد لله. هنا يا جماعة بقى قلت ايه، اروح بقى افطر كده مع كوباية قهوة. احنا طبعا كوستا بطلنا، فروحنا جريكس، فجبت سندوتش تونة كان جميل الحمد لله، كان يوم لطيف ظريف. تعالوا بقى نروح السوق الشعبي. بس قبل ما نوصل للسوق اعملوا لي لايك، اعملوا لي شير للفيديو ده عشان يوصل للناس جميله كده زيكم. بصوا انتوا شايفين اهو حاجات كده بجد مغريه. هنا بيبقى سوق مغطى. ليه مغطى؟ عشان احنا في بريطانيا والدنيا بتمطر 24 ساعه في السنه، فكل شيء قدامكم كده جميل والله العظيم يفتح النفس. عارفه يعني انا اوقات كتير بيكون عندي الطلبات واروح اشتري طلبات زياده لانه شكله جميل.
هنا عندكم الليمون، ال 12 ليمونه بجنيه. انا بجيب يا جماعه الخمسه بجنيه، هنا ال 12 ليمونه بجنيه. هنا برضو الفواكه دي كلها، عايزه برضو خدوا بالكم ساعات الفواكه تبقى مثلا فيها بايظ وفيها كده، عادي مش مشكله، برضو ستيل ارخص بكتير من السوبر ماركت. انا اصلا كنت موجوده في ارخص سوبر ماركت في بريطانيا، لكن الفواكه دي ارخص من ارخص سوبر ماركت، لكم ان تتخيلوا. عايزه اقول لكم جميل جدا والله. شايفين طبعا احنا عندنا اسعار الاطباق دي بجنيه يا جماعه، اي طبق بجنيه، يعني كل الاطباق دي بجنيه بجنيه بجنيه. تاخد لكم كده 10 15 طبق 15 جنيه، يا بلاش. انتوا اصلا عشان تروحوا تجيبوهم من السوبر ماركت هتدفعوا التريبل. بجد تحفه. انا هنا اهو ده كله بجنيه، انا عشان اجيبه من السوبر ماركت ممكن يكلفني مثلا 2.5 3 جنيه. فانا انصحكم اي حد قريب منه السوق الشعبي ده ينزلوا فورا فورا فورا. هو اي نعم مش متوفر في كل الاماكن، بس يعني اعتبروها فسحه، حتى لو كان بعيد نص ساعه بالعربيه واي نوت، اعتبروها فسحه بجد والله جميل. انا بجد كنت مستمتعه جدا وانا ماشيه بقى، والناس عمالت بقى تنادي وتهاتي. حتى في جميع انواع البيض، عارفين كده البيض اللي هو بصفارين والبيض الاورجانيك، في كل شيء، وجميع انواع الجبن، وفي حتى موجوده يعني في اوقات بينزل تجار القماش بالرولز بتاعت القماش الكبيره دي برضو موجود، كل شيء موجود والله. حتى هنا برضو في عندكم الشنط اللي بتتزق، انا ما بحبهاش، انا مش ما بحبهاش، بحس ان هي للعواجيز يعني في السن. بس الشنط دي والله العظيم عمليه جدا، الناس اللي بتركب باصات ومعهاش عربيه الشنط دي تحفه، تمليها وبتاخد يعني ستورج، يعني الكاباسيتي بتاعتها عاليه كبيره، يعني تقدر تاخد كتير. فانا انصحكم فيها. اهي الشنط اللي جايه دي اشكال والوان بقى، وانت تجريها كده وراكي ولا تشيلي على ظهرك ولا في ايدك. انا اصلا عندي ايدي الاتنين الصراحه اتخلعوا اتفكوا من الشيل. فهي الشنط دي تحفه جدا وبتعيش يعني بتعمر. انا انصحكم فيها، الناس اللي هي دايما في باصات انصحكم بالشنط دي. انا الفيديو كله عدى من غير ما اقول لكم اعملوا لي لايك، شجعوني عشان استمر وعشان الصفحه توصل لناس جداد كده جميله زيكم، واكتبوا لي كلمه حلوه وقولوا لي انتوا بتسوقوا من السوبر ماركت غالبا ولا من السوق الشعبي، واللي ما اشتركش يشترك، واعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. اجيب لكم طبق من ده، انا مستعده والله. وانتظروني، انا عايزه افضفض معاكم.